السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد من عند الطيور بتاعتنا. الفيديو ده هيكون حلو جدا، معلومات مفيدة جدا. في الفيديو ده هقولك على السر في تربية الفراخ البيضاء. في الفيديو ده هقولك على الأعشاب اللي بتخلي الفراخ البيضاء بتاعتك تكبر بسرعة، وما تصابش بأي أمراض، وتكون صحتها كويسة، ويكون عندها مناعة ضد أي أمراض. جدول كده هتمشي عليه عشان تحسني جودة الفراخ البيضاء. جدول كده تفصيلي هقولك فيه على وصفات الأعشاب اللي انت تستخدميها للفراخ البيضاء بتاعتك من عمر يوم حتى عمر الدفع. لو مشيت على الجدول ده هتلاقي الفراخ بتاعتك صحتها حلوة جدا، فراخ جميلة جدا، حتى هيكون طعمها حلو في الأكل. أول يوم من شرايتك للكتكوت الأبيض، الوصفة اللي هتستعمليها هتجيبي كيس محلول معالجة الجفاف، أو لو مش موجود في الصيدلية هتجيبي معلقة عسل أسمر وتحطيها في المية. الفايدة من الحركة دي ايه؟ الفايدة ان هي بتعوض فقد السوائل بعد الفأس، بتنشط الكبد، بتقوي مناعة الفراخ البيضاء من البداية. اليوم التاني او التالت هنعمل وصفة كده عشان نعزز الهضم والمناعة. الوصفة دي هتحطي رشة كده صغيرة من الكمون والكركم والجنزبيل، تحطيها في لتر من المية. الفوائد بقى ان الكمون مضاد للبكتيريا، بيساعد في تحسين الهضم. طيب الكركم بيعزز المناعة، بيعالج الالتهابات. طيب الزنجبيل بيحفز الشهية، بيساعد في طرد الغازات. طب يوم 4 ل5 هنعمل وصفة كده عشان تحسن التنفس والهضم. الوصفة دي هتكون نعناع مع عصير نص ليمونة. الفايدة من الوصفة دي ان النعناع بيساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين التنفس. الليمون طبعا مضاد للبكتيريا وبيعزز الهضم. من يوم 6 و7 هنعمل وصفة لحماية الأمعاء من السموم. الوصفة هي إضافة رشة من الكركم. الفايدة من الوصفة إن الكركم مضاد سموم وبيساعد على حماية الأمعاء. طب من اليوم من 8 ل9 هنعمل وصفة بتعزز المناعة والهضم. الوصفة هي مغلي أو منقوع الزعتر والشمر والنعناع. الفايدة من الوصفة دي مضاد بكتيريا فيروسات، بيعزز المناعة. ده الزعتر. الشمر بيساعد على الهضم وبيطرد الغازات. النعناع بيعزز الهضم وبيهدي الأعصاب. يوم 10 و11 هنعمل وصفة لتقليل الإجهاد الحراري. الوصفة هي عصير ليمون مع رشة من خل التفاح. الفايدة ان الليمون بيساعد على تقليل الإجهاد الحراري ومكافحة البرد. خل التفاح منظف معوي، بيعزز جهاز المناعة. يوم 12 و13 هنعمل وصفة بتعزز صحة الأمعاء والنمو. الوصفة هي قشر الرمان المطحون والشمر والخميرة الفورية. الفايدة منها قشر الرمان مضاد طبيعي للكوكسيديا، بيحسن صحة الأمعاء. الشمر بيمنع الإسهال وبيحسن الهضم. الخميرة بتعزز النمو بشكل طبيعي. يوم 14 و15 هنعمل وصفة بتعزز الهضم والنمو. الوصفة هي مغلي الحلبة مع النعناع والليمون. الفايدة ان الحلبة فاتح شهية طبيعي، بيساعد في النمو والهضم. النعناع بيعزز الهضم وبيحسن التنفس. الليمون بيقوي المناعة وبيمنع البكتيريا. من يوم 16 لغاية ذبح الكتاكيت هنعمل وصفة بتعزز المناعة وتنظيف داخلي. الوصفة دي هتكون أسبوعية. الوصفة دي هتكون توم مهروس مع عصير ليمونة مع رشة خل تفاح مع عصير بنجر. الفوائد بتاعت الوصفة دي: التوم مضاد حيوي وطبيعي، بيعزز المناعة وبيطهر الأمعاء. الليمون بيقوي المناعة وبيطهر الجسم. خل التفاح منظف معه، بيقوي الجهاز التنفسي. عصير البنجر بيحتوي على فيتامينات A و B و C ومضادات أكسدة وحديد. الأيام الأخيرة قبل الذبح هنعمل وصفة بتحسن طعم اللحمة، بتخلي طعمهم حلو كده. الوصفة هي خليط من العسل الأسمر والكركم وخل التفاح. الفوائد من الوصفة دي ان هو بيحسن طعم اللحمة وبيخليه كده طري وطعمه حلو.
لو مشيت على الجدول ده هضمن لك ان انت الفراخ بتاعتك هتكون صحتها قوية. ده كله هيساهم في زيادة جودة الانتاج. الوصفات دي بتحسن مستويات المناعة والنمو. ده اعشاب طبيعية، بديل امن فعال بدل الادوية الكيماوية. بتساعد في توفير اللحم بتاع الفراخ البيضة بيكون طعمه حلو جدا. حاجات بسيطة لكن ليها مفعول السحر في الفراخ البيضة. تربية الفراخ البيضة في البيت طبعا طعمها بيكون أحلى من الفراخ اللي بنشتريها، أو بتكون طعمها أحلى من فراخ المزارع، لأن كلنا عارفين إن فراخ المزارع كلها هرمونات وأدوية كيماوية. لكن احنا بنمشي على أعشاب وصفات طبيعية وتربية بيتي، فبالتالي احنا بنربي الفراخ عشان احنا ناكلها، او حتى لو هتبيعيها. في كلتا الحالتين بيكون طعمها حلو جدا للي هيشتريها منك، او لو هتسيبيها لاكل البيت عندك. وصفات جميلة جدا للفراخ البيضة. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.